السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن بيع الحمام. طبعا إن كنت وقفت حجز الزغاليل، البيع يا جماعة زغاليل لاحم وزغاليل زاجل. زغاليل اللحم هنسلم النهاردة مجموعة إن شاء الله مفطومين اهم، اللي فوق واللي تحت، وفي برضو اتفطم من فترة سايب على الأرض اهوت. لكن هو الفكرة ان انا كنت وقفت حجز زغاليل اللحم الابيض، لكن ان شاء الله هنسلم المجموعة دي ونبدأ نحجز للناس اللي هي عايزة ان شاء الله تاني. انا اسمي مصطفى الدالي من دمياط القديمة. رقم موبايل 010 63 66 9413. الرقم ده اللي عليه فودافون كاش وعليه انستا باي وعليه واتساب. تمام. طيب بالنسبة للمحافظات اللي متاح لها شحن من دمياط، لان احنا هنا في دمياط الشحن بيكون لاماكن معينة بس، مفيش لكل مكان يا جماعة. الشحن بيكون للقاهرة واسكندرية، الاسماعيلية، بورسعيد، المنصورة واجوارها، يعني مثلا المنزلة، الاماكن دي. غير كده يا جماعة مفيش متاح شحن لاي مكان. تمام. قبل ما تفكر تحجز يعني حجز زغاليل اللحم بيكون بعربون. في حد لسه امبارح بيسالني يقول لي ان هو عنده زغاليل مش عارف يفطمها، الاهالي ما عادتش عايزه تاكلها وهو مش عارف يفطمهم ازاي. شوف ايه الطريقه. زي ما انا عامل كده، انا مثلا باجي افطم الزغاليل بحطهم مثلا كل 5 كل 4 مع بعض، مجموعه مع بعض كده، بيعلموا بعض الاكل وبتعودهم على الاكل مع بعضهم. اللي بيعرف بيعلم التاني، هما كده. ما تسالش عنهم ولا تاكلهم ولا حاجه، انت بس تفصلهم وتسيبهم هم هياكلوا من جواهم. اهو نوريك ازاي. اهو الزغاليل بتستنى الاكل اهو. المنظر دي الزغاليل اللي هنبدأ نسلمها ان شاء الله. هم بيعلموا بعض الاكل. تمام. شوف اللي تحت دول بينتظروا الاكل. المنظر اهو. دي الطريقة اللي بتعود الزغاليل على الاكل عليها، وما تسيب لهمش اكل قدامهم. خلاص احنا بنحط الاكل كده نص ساعة كلهم، خلاص نشيل الاكل من قدامهم عشان تاني يوم هيجوا غصب عنهم يجوا على الاكل. دي طريقة انك تفطم الزغاليل. طيب احنا كده اتكلمنا عن حجز زغاليل اللحم. الزغاليل بتاعتنا يا جماعة احنا بنسلمها تقريبا في عمر شهر ونص. سعر جوز الزغاليل معتمد على نفسه 300 جنيه. في حد كان فاكر كلمة معتمد دي يا جماعة ان هو حمام استيراد. لا، كلمة معتمد ان هو بياكل لوحده، بيعتمد على نفسه، يعني مش على اهاليه. عشان انا اتسألت السؤال ده قال لي يعني معتمد على نفسه يعني حمام استيراد. لا، كلمة معتمد اللي هو بياكل لوحده ويقدر يعيش لوحده مستقل عن اهله. تمام. ده حجز زغاليل السلفر. زغاليل السلفر سعرها 500 جنيه. تمام. السلفر اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو كان جاي من الكويت يا جماعة، بس عشان تكون الناس فاهمة كل حاجة. طيب احنا معانا النهاردة عرض كمان. العرض اللي معانا النهاردة دول مجموعة زغاليل. هنقول كام زغلول؟ تقريبا 10 زغاليل. تمام اهم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. الجوز الابيض ده اللي احنا قلنا عليهم قبل كده في فيديو قبل كده، كنا بايعين اخواتهم، امهم زاجل وابوهم لاحم. دول يا جماعة على بعضهم كده هنقول 10 زغاليل، فعلى بعضهم الزاجل كلهم زاجل ما عدا الجوز الابيض ده زاجل على لحم. تمام. دول سعرهم اللي عايز يذبحهم او اللي عايز يربيهم زي ما يحب، دول سعرهم كده هنقول الزغلول ب 100 جنيه كلهم في بعض، ب 1000 جنيه. 10 زغاليل بلاش. تمام اهو. ممكن نسيبهم عندي كام يوم على بال ما تستلمهم، هيكونوا اتحسنوا، حجمهم يزيد وعمرهم يكبر. بياكلوا لوحدهم، معتمدين على نفسهم برضو معظمهم اهو بياكل لوحده. في حد كان بيسألني على حمام زاجل شغال. هنشوف برضو ايه الموجود. طبعا انا ما كنتش فاكر مين اللي كان سألنا على الزاجل الشغال، لكن هنوريك برضو ايه الموجود. ده قص اسود
النتاية لسه ما اشتغلتش خالص، تمام، لسه يكون اول شغلها عند المشتري، والذكر اشتغل قبل كده، تمام اهو. بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة النتاية ان هي ايه، شابة، تمام كده. ده 300 جنيه. في هنا برضو القص اللي محصي ده برضو، وده زاجل الاسود برضو 300 جنيه. هصوره لك دلوقتي. بس هم اللي ماشيين في السطح دول انا قاصص ريشهم يعني. مهمين عشان ياكلوا يعني. ده يبقى كده 4 قصوص. كده 4، ده 3 هم سايبينهم. ماشي الكلام اهو. 3، واللي هناك ده ملناش دعوة بالنتاية البلدي دي. وده الرابع اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لله ياخدها. بالنسبة يا جماعة، الناس اللي فاكرة ان الحمام هيوصل لحد بيتها، لا مفيش الكلام ده. الشحن بيكون لموقف محافظتك بس. بنشحن من موقف المحافظة. انا بروح بشحن في عربية الركاب. فعربية الركاب بتوصل لموقف المحافظة، مفيش اكتر من كده. الا اذا كنت انت هتنتظره على طريق مثلا هيعدي عليك، تنتظره تقول له هستناك في الحتة الفلانية، هيفوت عليك. مصاريف الشحن بتكون على المشتري. دي حاجات بنأكد عليها اهوت. ودفع الفلوس، دفع ثمن الحمام بيكون قبل ما اشحن الحمام. لو انت بتربي وعايز تطلع زغايل كتير لازم تعمل كده. تعالى هنشوف من البداية. من البداية خالص كده. ده بيض. انا بكتب اهو التاريخ على كل البيض. بكتب اول بيضة 26. بعرف ان البيضة التانية دي يوم 28. خلاص ما بكتبش على التانية لان انا عارف من الاولى، لان بعدها بيومين. تمام. باجي بعد 5 ايام او اسبوع بفرز البيض. بفرزه بكشاف الموبايل اشوف مخصب ولا مش مخصب. فرضنا لقيت واحدة وواحدة، اسيب الحمام ده راقد على بيضة واحدة؟ لا. اجي على قص تاني يكون بيض برضو يوم 26 ان امكن، او 25 او 27، مش هتفرق كتير. زي اليوم او ناقص يوم مش هتفرق كتير. اخد البيضة الفارغة ارميها، واحط لها بيضة مخصبة كانت تحت قص تاني، واسيب القص التاني يبيض تاني مرة تانية. ما سيبوش معطله عشان بيضة، ما خلوهوش معطله عشان بيضة. يعني ممكن تلاقي عندي قص ما فيش تحته بيض لان شلت البيضة حطيتها هنا. يبقى هنا البطين دول مع اصبحهم ما هماش اخوات، هيطلع لي زغلولين مش اخوات. فعشان انا بقول لك بامانة، انت كنت زعلت مني وهتبوظ البيع عشان انا قلت لك بامانة. ده مثلا القص زي ده معاه زغاليل اهي كبيره ومعاه زغاليل صغيره. انا سايبهم ليه؟ عشان انا مربيهم. البيض كان في الرف اللي فوق، فعادي ما فيش مشكله من اللي تحت، هم عايشين معاهم. ما برضاش افطمهم عشان المناعه بتاعتهم ما تقلش. سيبهم مع اهلهم مطمنين. انا بلاحظ لما بفطم الزغاليل ان المناعه بتقل. نرجع لموضوعنا. دول جوز زغاليل جدادهم. لو انا شايف فيهم زغلول كبير وزغلول صغير بعمل ايه؟ بنقل. اجي احط لهم واحد قده. لو لقيت زغلول صغير في حته تانية واخوه كبير اجيبه احطه هنا مع دول كده اهو. طب ايه رايك ان دول فيهم بيضه فارغه وبيضه مخصبه؟ البيضه دي فارغه من غير كشاف. هي من غير كشاف، انا عرفتها كده. والله البيضه دي فارغه من غير كشاف كده. هتقول لي انت عرفت ازاي؟ انا بقول لك كده. هي لونها شفاف خالص اهي، فارغه ودي مخصبه. يبقى لازم اعمل ايه؟ انقل، اشيل الفارغه ارميها واشوف لي دي بيضه مخصبه، او اخد دي احطها تحت واحد تاني. ما اسيبهاش راقدين على بيضه واحده. تمام كده. يبقى ده مثلا ده كمان في بيضه فارغه وبيضه مخصبه. البيضه دي مخصبه، البيضه دي فارغه. هاخد الفارغه ارميها واخد المخصبه اوديها احطها مع التانيين. دول اصبحوا ما فيش تحتهم بيضه. اسيبهم يبيضوا تاني اهو كده بالشكل ده. اسيبهم يبيضوا تاني. هنا زغلولين زي دول، هم الحمد لله في حجم واحد. طبعا انا لسه ما اكلتش الحمام، انا بصور لك قبل ما اكل الحمام، عشان كده الزغاليل لسه جعان. يعني باكل مره واحده في اليوم بس اهو. ده تحس انه اكل عندها. لو حسيت، لو انا براقب وبتابع كل يوم، حسيت ان فيهم واحد بقى اصغر من واحد، ابدلهم مع اللي هم قبلهم اللي انا وريتهم لك قبل كده. لا لكن دول اكبر بشويه
بثبت لك بالدليل ان انا او اي حد من مربين الحمام اللي هم بيفرخوا زغاليل ما بنكونش عارفين الجوز الزغاليل الاخوات. وحتى لو احنا ما بدلناش برضه مش شرط اي جوز زغاليل اخوات ان هم يطلعوا ذكر وانثى. والله يا جماعه ما هو شرط. احيانا القص ده يكون بيطلع ذكرين، القص ده مثلا يكون ده بيطلع ذكرين، ممكن القص ده يكون تطليعه نتايتين، ومش شرط كل مره، ممكن يكون القص ده بيطلع ذكر وانثايه كده، يعني مش شرط. ده تلاقوهم مثلا في حجم واحد. احيانا اللي هو الزغلول الصغير اللي احنا ما بيبقاش عاجبنا يكون هو النتايه. ما تضمنش ان اي جوز زغلول اخوات ان هم هيطلعوا ذكر وانتايه. وحتى لو انت خدتهم اخوات برضه ممكن ما يطلعوش ذكر وانتايه. يبقى دي اللي بقى احب اكد عليها، ما تسالش عن الجوز الزغيل اخوات او مش اخوات، اشتري الزغيل بس صحتهم كويسه، بس ده اللي انت يهمك من الموضوع. طالما ان انت خدت زغاليل صحتها كويسه من المشتري، هو ده الضمان للزغاليل. لكن غير كده ما تدورش وتسالش هم ذكر وانثى او مش ذكر وانثى. طب هل في حد بيعرفهم؟ صدقني ما حدش بيعرف. ممكن بالشبه كده احنا ايه يعني بناخدها، بنخمن زي ما بنقول، بنخمن ان ده ذكر وده انتايه، لكن في النهايه ساعه التزاوج او ساعه ما يوصل وقت ما يوصل لسن الانتاج الموضوع بيختلف. ممكن يطلع ذكر وانتايه او يتغير وضعه، بيتغير وشكله بيتغير لما يوصل لسن البلوغ وسن التزاوج. ده اللي عايز اقوله لك. ما تخليش حد يضحك عليك. لو الكذب ينجي فالصدق اولى. انا مش هكذب عليك لاي سبب من الاسباب. خلاص، والارزاق على الله. هتشتري، مش هتشتري ما تشتريش زي ما انت عايز، لكن لازم مش هقول لك غير الصدق. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.